نعم. والحمد لله يعني نعم. يعني حصلنا على أفضل الأسماء والحمد لله، ووصلنا إلى الشخص الذي يطمئن له كل الشبابيين ويطمئن له كل وهو رمز من رموز الشباب، وهو سمو الأمير خالد بن سعد. جيد. حيث تم هذا اليوم، يعني سمو الأمير خالد بن سلطان أقنع نعم. سمو الأمير خالد بن سعد وكلفه بتولي هذه المهمة، وأبارك من هذا المنبر لسمو الأمير خالد بن سعد. وكلفني سمو الأمير خالد اليوم نعم. أني أعلن هذا الخبر بنفسي لكي يعرف الجميع أن نادي الشباب هو لحمة واحدة، وهو نعم. على قلب رجل واحد، وأن يقدم الرئيس الحالي، الرئيس الجديد القادم، نعم. بنفسه، الجديد بنفسه. وهذه يعني رقي حقيقي للشبابيين، واعتقد شيء مفخر للشبابيين. نعم. اننا هو على قلب رجل واحد. سيكون رئيس الشباب ل4 سنوات مقبلة، أو سيكمل فترتك الرئاسية؟ بدون شك. لا، فترتي انتهت معي. نعم. بمعنى أصح، إذا استقال الرئيس تنتهي فترته. نعم. جيد. الأمير خالد بن سعد إن شاء الله يكمل فترته 4 سنوات قادمة، وهو الحقيقة ليس غريب على الشبابيين، بالعكس هو رمز من رموز الشبابيين. واعتقد اننا توصلنا يعني، وتوصل سمو الامير خالد الى خيار رائع وخيار ممتاز. نعم. وبمشيئة الله ان نتمنى له التوفيق، وسنكون جميعا سند له وعون له. بالتوفيق لرئيس الشباب الجديد. يعني هو رئيس جديد قديم، يعني هو مر على الشباب في قبل أن تستلم أنت نادي الشباب. لكن أبو الوليد، الأمير خالد بن سعد سيقود الشباب الفترة القادمة، ومعه مجلس الإدارة كامل. سيختار مجلس إدارة جديد. مجلس الإدارة سيبقى لمدة 2 أسبوعين. نعم. حتى يتم تشكيل الجمعية العمومية عند عودة سمو الأمير خالد بن سعد من إجازته. واعتقد احنا لرغبتنا عدم وجود اي فراغ اداري او فراغ مالي او حتى تعطل امور النادي. سيبقى مجلس الاداره برئاسه خالد المعمر نائب الرئيس. نعم. حتى يعود سمو الامير خالد بن سعد من اجازته ويستلم رسميا. نعم. ابو الوليد، وثم سيشكل الامير خالد بن سعد مجلس اداره جديد. نعم.